السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من مطبخ الشيف محمد سعد. اليوم بإذن الله بنعمل مع بعض هنعمل أكل سوداني. عايزين نعمل كباب حلة بس على الطريقة السودانية، وهو كباب الحلة أصل سوداني. طبعا المطبخ السوداني يمكن محدش بيتكلم عنه كتير ولا في النت ولا في أي حاجة. مطبخ كبير وعريق وقديم جدا، يعني حضاره من الحضاره النوبيه المطبخ السوداني. وطبعا في اكلات نقدر نقول انها كثيره جدا، وتمتاز بانها خليط بين الاكل الشرقي مع الافريقي مع تشكيله كده. المهم خلينا دلوقتي في الكباب بتاعنا، واحنا شغالين بنتكلم عن المطبخ السوداني ونتكلم عنه شويه شويه. معانا توم، معلقه توم كبيره مفرومه. معانا هنا ورق غار وهيل وكبش قرنفل. معانا ملح، زبده، كاستين ميه. معانا كيلو لحمه او كيلو الا. معانا قيمه كيلو برضو بصل، وقيمه كيلو ربع طماطم، وحبيتين فلفل كبار. ومعانا معلقه صلصه. هنبتدي مع بعض على بسم الله. ناخد اللحمه بتاعتنا زي ما هي، سواء لحمه عجل او لحمه خروف، كل واحد حسب ما هو عايز، والاثنين شغالين هناك. نقطع اللحمه زي كده مكعبات. طبعا المراعي في السودان بسم الله ما شاء الله عليها، واللحمه في السودان تختلف عن اي مكان تاني في طعم اللحمه وفي كل شيء فيها. المهم المطبخ السوداني طبعا غزير بالخيرات. يعني هنتكلم عليه واحده واحده واحنا مع بعض. هنقطع البصل بتاعنا بنقطعه 4/4، وحبات البصل ما تكونش كبيره، تكون مكعبات. يعني انا بقطع مكعبات زي كده. دي حبات البصل بتاعتي كفايه كده عليها قوي مكعبات. اوكي. وعندي الحاله بتاعتي اللي انا هشتغل فيها هقربها عليه زي كده، وهرمي فيها اول حاجه البصل. الاكله دي كلها ني في ني زي ما احنا شايفين كده. المطبخ السوداني طبعا من اكلاته عنده العصيده، عنده عنده ملاح الويكا، عنده ملاح الخضار، عنده حاجات كتير اكل كتير جدا، اكلات كتير جدا. عنده شاي الصاج، عنده شاي الطوه، هي شاي الطوه او شاي الصاج، عنده شاي الجمر. بسم الله ما شاء الله. المطبخ السوداني فيه اكلات كتير جدا 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 وكلها. وعنده اجاشيه. الاجاشيه من اكله في يومها مالكو، حاجه غير منتشره وغير معروفه، واكله شعبيه في السودان. بسم الله ما شاء الله على طعمها، جميله جدا جدا جدا. والناس بتبتكر والناس بتطلع من ما فيش في السودان، من الشيء البسيط تعمل منه شيء كويس. واكلات شعبيه بتتباع يعني على الطرق. طبعا انا بستخدم بلانشر الخضار الحال وبلانشر اللحمه الحال، وسكينه اللحمه غير سكينه الخضار زي كده. انا قطعت عندي البصل ورميته اول شيء. بقطع الفلفل نفس القصه مكعبات زي كده. ما نخليش حاجه، الجزء بتاع الفلفل ده كله يتقطع، مفيش حاجه ترمي زي كده كله. طبعا البلد دي مشهوره هناك طبعا بالسمسم وبزيت السمسم، مشهوره بالفول السوداني وبزيت الفول السوداني. الطماطم طبعا معانا مكعبات. مش عارف اقول لكم ان طبعا انا رحت السودان واشتغلت في السودان وقعدت في السودان فتره، فما بكلمكمش كده كلام انا من غير ما اعرفوش او كده، فبكلمكم كلام فعلا متجرب وحاجه حقيقيه. كل مطبخ بيمتاز، يعني احنا المطابخ دي كلها تحت المطبخ مطبخ شرقي، بس كل مطبخ في الشرقي بيمتاز بشيء. يعني عندك المطبخ المغربي يمتاز بالفخار وشغل الفخار، المغاربه بعد التوانسه بالطقم ده، بالجزائر بكده بالجنب ده كله يمتاز بشغل الفخار. نيجي مثلا شغل الخليجي يمتاز بالرز وبالشغل الهندي داخل المطابخ الهنديه وجزء من الهندي على الشرقي زي كده.
نيجي مثلا على يعني كنا بنتكلم على مطبخ او مدرسه من مدارس الطبخ، فبنتكلم عن طرق وعن عادات وتقاليد وعن طرق تسويه زي كده. بنتكلم على الافراع، بنتكلم عن الشوي، بنتكلم عن طرق الشوي بتاعتهم والصلصات الحاره زي كده. نتكلم مثلا عن المطبخ الهندي، مطبخ قديم، نتكلم عن المطبخ الصيني نفس القصه. المطبخ الصيني طبعا من الحاجات اللي ما بنستخدمهاش كتير الملح العادي بتاعنا، استخدموا السكريات، استخدموا الصويا، استخدموا الحاجات دي بتعود عن الملح. في ناس طبعا شافتني وانا بطبخ ما بحطش ملح في المطبخ الصيني، فالمطبخ الصيني هو بالفعل يعني نادر استخدام الملح فيه. المطبخ الصيني ان الصويا، اللي بيعرف الصويا او صوص الصويا العاديه، مش بنتكلمش عن الحلوه، بنتكلم عن المعتدله، طبعا هي اصلا حادقه فما بتحتاجش اننا نحط اسمه ده ملح. فكل المطبخ الايطالي بيتكلم عن المعجنات انواع المعجنات، بيشتغل في المعجنات، يمتاز بالمعجنات، يمتاز بالاعشاب، يمتاز بالخضروات اللي فيه زي كده. المطبخ الفرنسي طبعا من المطابخ القديمه، مش عايزين ننسى حد ولا نقول على حد بسم الله ما شاء الله، يعني كل مطبخ فيه. المهم احنا قطعنا زي ما احنا قطعنا كده، وقطعنا كل خضارنا، فلفل، طماطم، البصل. هنحط اللحم بتاعنا اخر حاجه فوق، معانا شويه صلصه هندوبهم مع شويه ميه وهننزلهم في الحله بتاعتنا. الحله دي هتحط على النار مش اقل من ساعتين، ساعتين ونص، والنار هاديه جدا، ممكن يكون اكتر كمان حسب اللحمه وحسب التسويه. وما تفتحش عليها خالص الفتره دي، هي بتنزل ميتها وهي بتستوي مع نفسها. هنحطها على النار ونرجع لكم باذن الله ونشوف شكل الحله بتاعتنا ايه. طبعا نحط الميه الاول قبل ما كاسه ونص ميه او نص، يعني انا يعتبر ممكن كأني حطيت كاسه بالظبط، كاسه ونص مع التدويبه بتاعت الصلصه. وكده هحطه على النار.